اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن خبر مهم، وهو ان بنك اسكندريه اصدر شهاده جديده بسعر عائد 18% لمده سنه، لمده 3 سنين. والعائد بتاعها شهري. تمام كده. بس الشهاده دي فيها مشكله واحده، وهي ان الحد الادنى لاصدار الشهاده كمبلغ هو 500 الف جنيه. يعني انا ما اقدرش ان انا اشتري الشهاده دي ورصيدي اقل من او ان انا ما اقدرش اشتري الشهاده ديت بمبلغ اقل من 500 الف جنيه. تمام كده. ده العيب الوحيد بالنسبه للشهاده، لكن بالنسبه لفائده الشهاده اللي كان 18%، طبعا فائدتها عاليه جدا على مدار الثلاث سنين. وتعالى كده نحسب مع بعض، لو انا معايا 500,000 وعايز اشتري شهاده 18%، يبقى النتيجه بتاعتها هنعملها ازاي؟ هنقول مع بعض، لو انا معايا مبلغ 500,000 جنيه، هضربهم في 18، واللي يطلع هقسمه على 100، واللي يطلع هقسمه على 12. يعني الشهادة بتدي فيه الشهر 7,500. لا، في حالة لما يكون قيمة الشهادة لو 500,000 جنيه. طبعا 500,000 وانت طالع ما فيش، يعني 500 واحد اتنين وهكذا لغاية بقى مفتوحة، ما فيش أي مشكلة فيها. بس الحد الأدنى لمبلغ شراء الشهادة هو 500,000 جنيه. تمام كده. تعال نكمل مع بعض الحلقة. طبعا مش شروط، لان لازم تكون فاتح حساب في بنك اسكندريه، وحساب توفير طبعا، عشان خاطر ان انت تاخد الفايده من خلال الحساب اللي موجود فيه داخل البنك اسكندريه. طبعا احنا قلنا، زي ما احنا قلنا، ان من اكبر عيوب الشهاده ديت هي ان هي بتتصدر بحد ادنى 500,000 جنيه. طبعا مش كل الناس هيبقى معاها المبلغ ده عشان خاطر تروح تفتح شهاده فيها، ودي بتدي للشهاده عدم مرونه شويه في اصدار الشهاده من عندها. ولكن في ميزه تانية موجوده، اللي هي ال 18%، كعائد عالي طبعا على مدار الثلاث سنين، وده هتبقى كويس جدا. طب ليه بنك اسكندريه ممكن يكون عامل الحركه دي؟ عشان خاطر هو عايز يختص نوع معين من العملاء او شريحه معينه من العملاء، ما يقلوش عن فئه معينه، اللي هي فئه ال 500 الف مثلا. في مطالع دي بيبقى مثلا فئه معينه بتتميز بشرائح معينه، ويقدر طبعا ان هو ياخد منهم منتجات معينه خاصه بالبنك، ويبيع لهم منتجات تانية خاصه بالبنك. معنى اصح، هي الموضوع كموضوع منفعه لبنك اسكندريه في المقام الاول وفي الاخير. تمام كده. اتمنى تكون الحلقه فادتكم. ان شاء الله اقابلكم في حلقه جديده. ما تنساش طبعا، اهم حاجه لايك وسبسكرايب للحلقه لو انت بتشوف الحلقه اول مره، وشير كتير جدا للحلقه لو سمحتوا. وارجو اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ان شاء الله اقابلكم في حلقه جديده، ومع السلامه.